صباح الخير، صباح الورد، صباح التفاؤل والأمل، وطول ما إحنا عايشين هيبقى طبعًا عندنا أمل في إن اللي جاي أفضل بإذن الله، وطول ما إحنا عندنا ثقة جامدة كده في ربنا إن هو كريم وهيكرمنا وهنحقق كل اللي نفسنا فيه، ما فيش حاجة هتوقفنا. احسنوا الظن بالله علشان تلاقوا اللي جاي أفضل بإذن الله، ما تخلّيش حد يحبطِك أبدًا، شوفي دايمًا نفسِك دايمًا جميلة، أنتِ جميلة في كل حالاتِك، جميلة في شكلِك، جميلة في أسلوبِك، جميلة في كل حاجة. ولو نفسِك تحققي حاجة في حياتِك استمري، خلّي نفسِك طويل، ما تيأسيش بسهولة، ما تخلّيش حد يحبطِك أبدًا، بُصّي للهدف اللي أنتِ نفسِك تحققيه كده حطيه قدّام عينِك كإنه واقف في دور فوقِك، وبُصّي قولي هو أنا هاطلع الدور اللي فوق ده إزاي؟ هاطلعه بسرعة هاجري والّا يعني حد هيطلّعني والّا هاطلعه سلِّمة، سلِّمة؟ لمّا تطلعيه سلِّمة، سلِّمة هتشوفي إن أنتِ إن شاء الله هتوصلي طول ما أنتِ عندِك ثبات، عندِك طموح، عندِك إن أنتِ هتنجحي، عندِك إصرار، هتوصلي للدور التاني. هتتعبي شوية، حاجات عواقب هتقابلِك، هتقعي شوية بس هتقفي على رجلِك تاني. كل دوّة هييجي من إيه؟ هييجي من إن أنتِ عندِك ثقة كبيرة جدًا، جدًا، جدًا في ربنا إن هو كريم وهتحققي كل اللي نفسِك فيه. الكلام دوّة أنا باقوله لنفسي وباقوله ليكم أنتم كمان، علشان لو في حد زيي كده عنده شوية أحلام ونفسه يحققها، استمري، استمري. قرّبي من الناس الحلوة بجد، قرّبي من الناس اللي قلوبها جميلة زي متابعيني اللي قلوبهم زي العسل، اللي بيحبوني وأنا باحبهم جدًا، جدًا في الله. إخواتي وحشتوني جدًا، جدًا، وحشتوني بجد. فضلًا وليس أمرًا، عندي طلب بسيط النهارده وأتمنى إن أنتم تحققوه لي. أنا نفسي تحطّوا لي لايكات على الفيديو، لإن للأسف الفترة الأخيرة ما فيش حد بيحط لايكات خالص والفيديوهات ما بتقترحش، وإن شاء الله زي ما قُلت لكم كده في البداية إن أنا عندي ثقة في الله إن القناة هتكبر وهتنجح بفضل الله ثم دعمكم وحُبّكم. فحطوا لي لايك، واللي ما اشتركتش في القناة بتاعتي تشترك بقى وتفرحني النهارده، ويلا نبدأ روتين جديد وطاقة إيجابية جديدة ونشاط جديد، ونقول اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين، اللهم أعني ولا تعن علي. إن شاء الله ربنا هيقوينا وهنعدي كل حاجة وهنخلص كل شغل بيتنا في اليوم إن شاء الله، وهيبقى صحتنا كده واقفين على رجلينا ومش هنحتاج لحد أبدا، وعلى ما أعتقد إن دي أفضل حاجة في الدنيا. الروتين بتاعي النهارده عارفين لو أقول لكم أنا عملته إزاي عملته، بس الحمد لله تم بنجاح، علشان كده كنت واثقة إن ربنا كريم وهيخلّص اليوم بتاعي على خير. اليوم دوّة كانت المَيّة قاطعة، ما فيش مَيّة في الشقة خالص. عايزة أقول لكم بقى إن أنا ابتديت اليوم بتاعي أصلًا قُلت إيه، أنا هاصلّي وأقعد أقول شوية أذكار، وبعد كده نبتدي بقى إيه ننضّف ونروّق كده، وكنت في اليوم دوّة مواعدة عيالي إن إحنا هنعمل إيه، جو جديد كده هيعجبهم، يعني إحنا بالنسبة لنا يعني شايفينه تغيير كبير جدًا. هو إيه الجو ده يا أميرة؟ كنت متفقين بما إني ابني بقى قاعدين في البيت ما بنخرجش مش عارفين نخرج خالص، خلاص تعالوا نخلّص اللي ورايا كده، هاقوم بدري واخلّص اللي ورايا، وده اللي حصل في بداية اليوم، إن أنا صحيت بدري علشان أخلّص كل اللي ورايا، وبعد ما أخلّص كنت هاجيب في اليوم دوّة رنجة، وهنعمل رنجة بقى ونحمّر بطاطس وبصل وحاجات كده، وبيبسي بقى وحبة دلع، وناخد كل دوّة ونروح فين، نطلع فوق سطح البيت. وبالنسبة لنا سطح البيت ده فين؟ في الدور السادس، يعني بعيد عني جدًا، بعيد عني ب4 أدوار، وما بنطلعوش كتير على فكرة، يعني قليل القليل القليل بسبب إن هو أنا في التاني وهو في السادس، والجو كان جميل جدًا، جدًا في اليوم ده أصلًا. الهوا فوق في الساعة 18:30 دي بيبقى خطير، لإن كنا طلعنا قبلها بيومين يوم، وكنا مستمتعين جدًا بجد، وقعدنا أنا وولادي نلعب مع بعض وحاجات كتير، فقررت خلاص قُلت لهم خلاص في اليوم دوّة هنطلع وناخد الرنجة ونتبسط كده ونقعد نلعب، وهاشارك الجمهور المتابعين بتوعي اللي زي العسل اليوم دوّة وهاصوّره معاهم. صحيت من النوم كل دوّة اتبدل، ليه بقى؟ المَيّة قاطعة، قُلت خلاص طَب أنا هادخل أنضّف في غرفة أولادي وإن شاء الله شوية، شوية كده وأنا بانضّف هالاقيها تيجي، ما فيش مَيّة بتيجي، طَب أنا عايزة مَيّة أمسح، طَب أنا وما عنديش بقى عارفين اللي هي قطعت بدون أي مقدمات، يعني حتى يعني إيه أمّا بتيجي تقطع في الشقة عندي باحس كده إن هي تقطع ليه، الحنفية بتقعد تعمل أصوات شوية أو بتضعف سِنّة بسِنّة، فبابدأ أملي حاجة بسرعة، في اليوم ده قطعت مرّة واحدة اللي هو تِك كده على طول. فأعمل إيه؟ هتعملي إيه يا أميرة يعني؟ مش عارفة أعمل إيه وعايزة أمسح وعايزة أنضّف، وفي اليوم ده على فكرة عارفين أنا من الحاجات اللي مضايقاني في اليوم دوّة مش إن المَيّة كانت قاطعة، لأ، إن أنا لمّا نضّفت الغرفة يعني أنا هانضّف معاكم الغرفة وهتبقى بالنسبة يعني بالنسبة لكم أو أنا بالنسبة لي نضيفة مش وحشة، بس أنا صراحةً أنا مش شايفاها نضيفة خالص، لأول مرّة أنضّف غرفة أولادي وأحس إن هي الأوضة أصلًا مش نضيفة، أنا بانضّف إيه؟ أنا إيه اللي أنا باعمله؟ ليه بقى؟
علشان أنا شايفة الحيطان كانت عايزة تتغسل، البلكونة برضه الألمونتال بتاعها كله والبتاع البلكونة بتاع ولادي نفسها عايزة تتغسل غير اللي أنا مسحته معاكم وعملته. عايزة أمسح الأرض كده، عايزة أعمل حاجات كتير في الغرفة، عارفين اللي هو إيه ده يا جماعة، إيه ده، إيه اللي أنا فيه ده. ففي الآخر يعني إيه، عملت اللي أنا عملته معاكم ده، ما أنا مش عارفة أعمل إيه، المَيّة قاطعة ومش عارفة أجيب مَيّة منين. فقُلت خلاص أمشّي نفسي باللي موجود، وإن شاء الله كده ربنا كريم، والأوضة برضه إيه هتبقى نضيفة إلى حدٍ ما. فمسكت الغرفة كده زي ما أنتم شايفين، ويالّا بُصّوا أنا عشان ما انساش، عشان أنا بقيت أزعل جدًا لمّا بيعدّي فيديو عليَّ وما باقولكوش كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يالّا صلّوا على النبي معايا بقى كده علشان أنا بانسى في آخر الفيديو، واللي موجود لحد دلوقتي يكتب كده الصلاة على النبي عشان ربنا يبارك لنا كده، عليك أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. نضفت بقى وفرشت الملايات كده، ودخلت على الدولاب. شفتوا اللي في الدولاب؟ شايفين العيله عاملينه في الدولاب؟ بذمتكم ده يرضي ربنا؟ ايديهم ما تفهموش، انا بحس ان كانهم بيحطوا ايديهم في التراب ويلزقوها في الدولاب. انا مش عارفه يعني. يلا اللهم لا اعتراض، اللهم لا اعتراض على اولادي. اصلا الدولاب عاملين فيه عمال، شايفين الستيل الذهبي ده كمان بايظ اهو طالع من مكانه. اما سالت قالوا لي كده في حاجه بتشتري اللي هو زي لزق كده وبلزقه ويعني ايه وهيثبت تاني. فانا محتاجه بقى، محتاجة حبة حاجات الصراحة الفترة دي، محتاجة اللزق ده للستيل، ولقيت الملمع الزجاج ده بيخلص برضو، ولقيت ملمع الخشب هو كمان كده بيطلع بالعافية. ففي حبة حاجات كده ان شاء الله انا محتاجينهم، ان شاء الله ربنا يرزقنا كده من عنده، وان شاء الله اشتري كل الحاجات دي. في جردل بقى انا ببقى حاطاه في الحمام كده استبن لاي حاجه لو الميه قطعت، زي يعني مش عامله حسابي او حاجه، قمت رايحه جايبه منه شويه ميه صغننين كده زي ما انتم شايفين كده، اللي هو بحاول بس امسح الارض. ما انا لازم امسح، ما انا مش هحس ان انا نظفت الغرفه دي إلا لما احس كده ان في ريحه ديتول في الارض. وبقيت حطيت شويه ميه صغيرين كده ورشيت رشه من الديتول بتاعي على الميه برده اللي في الازازه كده، وبقيت رايحه جايب الشرشوبه اللي في ايدي دي، احاول بس ان انا يعني اوصل لاي درجه نظافه برده وابقى راضيه عن اللي انا بعمله. في نفس الوقت ما استهلكتش ميه كتير يعني، بس الحمد لله يعني هي الأوضة مش يعني نضيفة أهو الحمد لله. كده أصلًا عايزة أقول لكم إن إحنا الفترة الجاية عندنا داخلين على تنضيفات عميقة، يا أميرة ارحمينا من التنضيفات بقى. ما العيد جاي، مش العيد الكبير جاي، ولازم نعمل عمق في كل حاجة في الشقة كده علشان ونهد حِنّة كده علشان نحس إن العيد ونفرح بالعيد. ما هو إحنا كستات ما نتبسطش إلا لمّا يتهد حِنّة في العيد، ونيجي يوم العيد الصبح كده والّا بالليل يوم الوقفة نجيب لنا حقنة من الصيدلية ناخدها علشان نقدر نقف على رجلينا كده ونتبسط يوم العيد بقى، ونبقى مبسوطين إن إحنا هدّينا حِنّة بقى ومسحنا ونضّفنا علشان الناس اللي مش هتيجي أصلًا. بس إحنا بنمسح وبننضّف علشان نَفْسنا مش عشان حد، عشان نحس بفرحة العيد وبيتنا نضيف كده. وإن الله جميل يحب الجمال، إحنا هننسى الجملة دي والّا إيه؟ لا يا أميرة طبعًا مش هننساها. إن الله جميل يحب الجمال، طول ما بيتنا نضيف كده، طول ما حاسين بجمال كل حاجة حوالينا، طول ما ربنا يبقى راضي عنا. وخلّصت الغرفة زي ما أنتم شايفين بقى ورشينا المُعطِّر، وقعدت أقول لنفسي إن شاء الله المَيّة هتيجي دلوقتي، وإن شاء الله هاعمل لهم الرنجة ونطلع، وإن شاء الله، وإن شاء الله. وقعدت أقول إن شاء الله لحد ما الساعة جات 07:00. 07:00 دي خلاص يبقى يقولوا لي أصلًا الدنيا هتضلِّم خلاص، هتطلّعينا فين؟ قُلت لهم خلاص بقى معلش، بُكرة بقى إن شاء الله نطلع والّا بعده بقى زي ما ربنا يأذن يعني، وبرضه إيه ونغيّر جو ونقعد في الهوا فوق كده ونلعب مع بعض زي ما عملنا قبل كده. قالوا لي ماشي. ففي اليوم ده بقى حاولت إيه، أعمل كل حاجة في الوقت ده، الحاجات اللي أنا باعملها معاكم دي باعملها والمَيّة قاطعة، يعني أنا هاقول لكم إيه المَيّة جات إمتى بقى في الجزء اللي أنا هاعمله معاكم. قُلت خلاص في حبّة حاجات كده أنا مشترياها برضه من برّه، عسل وطحينة وعايزة أقول لكم إن أنا ذكية ذكاء جبار. في إيه بقى، ساعات باحس بالغباء بتاعي بجد. أنا إيه، قُلت برطمان العسل بتاع بتاع قصدي الطحينة المربى دي الإزاز، قُلت ده شكله مش حلو وبتاع مربى وما أعرفش إيه، لأ جِبت واحد بلاستيك كده وبقيت أحُط فيه، حطيت فيه مرتين وجيت بقى أغسله امبارح، الكلام دوّة بقى قبل ما أحُط فيه وأصوّر معاكم الفيديو. قُلت إيه، جيت أرُجّه كده الطحينة لازقة فيه من تحت، طَب أنا مش عارفة برضه أدخّل إيدي فيه، قُمت عاملة الكاتل سُخن جدًا ونزلت بيه مرّة واحدة بمَيّة سخنة بتغلي، البتاع اتشفط. وأول ما اتشفط قُلت يا لهوي إيه ده، وقُمت رامية المَيّة منه. عايزة أقول لكم غباء، طَب إزاي هو بلاستيك يعني إيه وأقوم نازلة فيه بمَيّة سخنة بتغلي، معلش قدّر الله ما شاء فعل. ورجعت تاني في الآخر لإيه، رجعت للإزاز بتاعي بتاع المربى، جميل أهو، في حاجة؟ أهو حلو وعامل الغرض وكل حاجة. وهنا بقى الكوبايات دي، عايزة أعترف لكم بحاجة مش عارفة هي إنجاز والّا المفروض أزعل برضه. أنا متجوزة بقى لي 16 سنة، أنا أول مرّة من يوم ما اتجوزت أشتري مجات. من يوم ما اتجوزت ولله الحمد أمي ربنا يبارك لها ويسعدها يا رب واشوفها أحسن حاجة في الدنيا ويخليها ليّا،
جايبه لي كميه مجات للمطبخ ما لا نهايه، يعني ما بتخلصش ما شاء الله. من يوم ما اتجوزت وانا كان اللي يتكسر ولا حاجه عندي غيره، عندي غيره، اقعد افتح النيش واطلع غيره، لحد ما اولادي الله يبارك لهم السنه الاخيره دي لو اقول لكم ان كسروا مثلا حوالي 5 تطقم. فجيت في يوم كده مش ما عنديش كوبايات، عارفين لو عندي مج من نوع ومج من نوع، وفي ما فيش اي حاجه تانية، يعني لو حد جالي ما عنديش مجين شبه بعض حتى اقدمهم ليه. فقلت خلاص نشتري طقم مجات كده. اشتريت اللي انتوا شايفينه دوت، حلو على فكره قوي. هو نوعه مصر يعني مش مصري، نوعه نضيف، هو دوت الازاز النضيف، لان اللي ما بيطرقعش او الكلام ده، حتى شكل الكوبايه حلو وانت ماسكاها وكده. ده ب 40 جنيه الست كوبايات بس. وطلعت 3 برضو، قلت مش هطلع ال3 التانيين يعني، عشان اشوف الاطفال الابرياء اللي عندي ناويين يكسروهم برضو ولا هيعملوا ايه. ودخلت هنا بقى، تعالوا نتكلم عن البتاع ده شويه. البتاع ده اسمه البنجر، اسمه بنجر، لو انا بقول اسمه غلط حد يصلح لي. البنجر ده انا عمري ما استخدمته للمصداقيه، علشان ما اقعدش اقول لكم بعمل لكم في افلام واقول لكم ان انا عم بعمل بيه حاجات. عمري ما جبته وعمري ما استخدمته. جوزي دخل عليا فيهم جايبه لي كده وبيقول لي ده مفيد وفي حديد ولازم تعمله لنا. اعمله ايه ده يعني؟ قولوا لي استخداماته البتاع ده. قعدت حاطاه في التلاجة حوالي اسبوع، لقيته هيبوظ خلاص، هيبدا الكيس يعمل ميه من جوه وهيطرى. فقلت لا انا لازم الحقه. طب الحقه ازاي ولا اعمل بيه ايه؟ قلت والله العظيم من غير ما اسال اي حد ولا اعمل اي حاجه، قلت انا هقشره زي البطاطس وهقطعه مكعبات كده وخلاص، وهحطه في اكياس في الفريزر وهفرزه زي الخضار. ما انا في خضار بعمله كده، القلقاس مش بعمله كده وما اجيبش عليه ميه وبيتفرز، انا هفرزه كده. واللي عندكم اللي منكم بقى عندها اقتراحات اعمل بيه ايه تكتب لي. انا عارفه ان في ناس ساعات ما بيعملوا الصلصه زي ما انا بعملها كده بيحطوا فيها قطعتين ولا حاجه، بس انا خايفه يكون بيغير طعم الصلصه يعني، ما احبوش. ماشي حتى لو هيديني قيمه غذائيه في حاجه معينه، ما هو غير طعم الاكل وما يبقاش حلو. فانا عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات الناس اللي بتجربوا بتعملوا بيه ايه واستخدمه في ايه، واللي انا عملته ده صح ان انا احطه في الفريزر بالطريقه ديت، هو كده باظ مني ولا هو سليم. هستنى طبعا كومنتاتكم عشان تفيدوني. شفتوا اهوت قلت لكم احنا بنفيد بعض، وجي اليوم ان انتوا بقى ايه مستنياكم تفيدوني، بعد اذنكم بقى فيدوني. الساعه بقى جت 7 والميه كانت لسه نازله قبلها ب10 دقايق، اللي هي 7 إلا 10 كده الميه جت. هتاكلوا ايه ولا هنعمل ايه ولا هعمل اي حاجه؟ والله يا بنتي روحي على طول اشتري لنا اكل. الحاجات اللي انا بشتريها من بره عشان ما بحبش اعملها في البيت، الكبده بالرد. طب ما بتحبيش تعمليها ليه؟ بتقرف منها جدا. جبتها مره وبقيت ريحتها وانا بعملها، او قبل ما اعملها حسيت ان انا يعني ايه مش هاكلها ابدا اصلا بالريحه اللي انا شماها دي. فمن ساعتها ما رضيتش اجيبها تاني ابدا. بقيت اقول اليوم اللي اكون عايز ان انا اكلها فيها، او زي ما حصل النهارده كده الميه قطعه او في اي حاجه، اشتريها من بره مش هيحصل حاجه يعني. فبعت بنتي اشتريتها، وما شاء الله عليهم كل يوم بيرفعوا سعرها. كنا بنجيبها الاول الكيلو بتاعها كان باين ب 95 جنيه، والنص ب45 ولا حاجه زي كده ولا ب40. دلوقتي غليت بقت معرفش ب65 ب75. اخر حاجه بنتي جايه النهارده تقول لي يا ماما بيقول لي النص كيلو بقى ب100 جنيه. مش عارفه يعني، انا حاسه يعني ان هم يقعدوا يعلوا في الاسعار، يعلوا في الاسعار لحد ما الناس تفرقع. عارفين تفرقع؟ احنا كلنا هنفرقع قريب في اللي عارفين. بس لو جيبوا لنا اللي بيغلي في الاسعار ده ويحطوه قدامنا، هم مش محتاجين حاجه غير كده، احنا هنعمل معاه الواجب اكيد، هناكله كلنا باسناننا. اللهم لك الف حمد والف شكر يا رب، صبرنا على البلد دي اللهم يا رب بجد. اخر حاجه بقى اما الميه جت بقى بالليل، عايزه اقول لكم ان هذا الجزء من الفيديو اتعمل عشان زوجي العزيز. الصراحه هو بقاله يومين يقول لي اميره انا نفسي في صينيه جلاش حلو اللي هو بالسكر بالعسل وفي وسط بقى مكسرات، بس مش عايزها صوابع، انا عايزها قطع كده ترصيها في الصينيه وتقطعيها قطع كده وتبقى طريه وحلوه، نفسي فيها. بعت ابني قبلها بيوم يجيبها ما لقاش جلاش. تاني يوم قلت له لف لحد ما تجيبها، لان الصراحه جوزي من نوع قليل ما يطلب، يعني هو مش من الناس مثلا اللي يقعد يقول لك كل يوم والتاني اعملي لي كذا نفسي في كذا، لا هو قليل لما بيقول نفسه في حاجه. وما بيقول نفسه في حاجه يعني بنحاول على قد ما نقدر برضو ان احنا نعملها له، علشان هو ايه طلباته مش كتير الصراحه يعني. مش زي اولادي مثلا ماما اعملي لنا يا ماما اعملي لنا، لا هو قليل قوي لما بيطلب ان في حاجه نفسه ياكلها. بس وقفت بقى اعملها زي ما انتم شايفين كده. جبت اكبر قالب عندي كده وارص كده واتني قطعه من ناحيه دي واتني قطعه من ناحيه دي، على ان انا ما ارميش اي حاجه واستخدم الجلاش كله ما اقطعش منه اي حاجه خالص. وجيت بس في النص كده زي ما انتم شفتوني حطيت ورقه متنيه بالنص. ليه عملت الحركه دي؟ علشان يبقى سوى الصينيه كل واحد، ما يبقاش الجناب فيها متنيه فيها كتير والوسط رقيق، لا يبقى الجناب الصينيه كلها السمك بتاعها مظبوط. ورصيت من تحت على فكره اكتر من فوق، علشان برضو تبقى وانا بمسكها من تحت كده اعرف اطلعها من الصينيه.
واخر ورقه بقى خالص حطيت تنيت الجلاشه لجوه كده على اساس ان ايه شكل الصينيه برضو يبقى حلو. وبدهن سمنه بقى ما بين كل ورقتين، يعني انا بحط بالورقتين مش بحط بورقه واحده. وبدهن سمنه كده مظبطاها سمنه، هي الصراحه كانت طعمها حلو جدا. يعني انا بسجل لكم الصوت ده بعد ما اكلت انا اكلتها بقى قلت اما اقوم اقول لهم علشان بما يرضي الله، لو هي وحشه او فيها حاجه اقول لهم ان هي مش حلوه. بس وبعد ما قطعتها كده برضو مكعبات كده زي ما انتم شايفين، قمت بقى مظبطه الوش بتاعها بالسمنه هي كمان. ودخلتها الفرن كنت مسخناه جدا، وعامله لها في الوقت ده، عامله ليها مش كوبايتين سكر كاملين، عامله كوبايتين الا ربع سكر وكوبايتين الا ربع ميه. غليوا مع بعض على النار كده شويه، قمت شايلاهم من على النار بردوا لحد ما هي خرجت بقى سخنه نار كده. نزلت عليها بالسكر، وبجد جميله بجد. يعني سبتها بقى في الوقت دوت، انا ما قطعتهاش وقتي زي ما انتوا شفتوا كده، لا انا سبتها بالظبط 5 دقايق او 10 دقايق بس السكر اتشرب كده، وهي هديت ان انا اعرف اطلعها. وطلعتها بقى وده شكلها طعمها حلو جدا، طريه جميله تستاهل بقكم. يا رب يديمكم نعمه في حياتي وما تحرمش منكم ابدا. واستنوني الفيديو الجاي. باي باي.